السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الفاصوليا البيضاء او اللوبيا بالطريقه المغربيه. بلا ما نطول عليكم الفيديو نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ اللوبيا ديالي اللي رقدتها ليله كامله مع 3 حبات من الطماطم، نصف بصله لانني عندي بصله كبيره هنايا، اللي عنده بصله صغيره يستعمل بصله كامله، قزبر ومعدنوس، 8 ديال الفصوص من الثوم لانهم كذلك عندي صغارين، اللي عنده الثوم كبير ياخذ 3 ديال الفصوص فقط، حاره، معلقه صغيره من الطماطم المركزه. اما بالنسبه للتوابل غناخذ معلقه صغيره من سكنجبير، معلقه صغيره من التحميره او ما يسمى بالفلفل الاحمر، نصف ملعقه صغيره من الخرقوم مع نصف ملعقه صغيره من الابزار. الملح تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه ديال اللوبيا اللي درتو. اما بخصوص الزيت غناخذ كاس مع مرش مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه. غنطحن الطماطم مع البصل والقزبر ورجع معكم. كما كتشوفوا طحنت الطماطم ديالي مع القزبر ومعدنوس والبصل. اما بخصوص الثوم حكيته، كنفضل انني نحكو لان بعض المرات كيتزقل ليا شي فص ما كيتطحنش مع دوك المقادير. هادشي علاش حكيته في هاد الحكاكه الصغيره. غادي نضيف العطريه ديالي مع الحاره والطماطم المركزه والزيت. بالنسبه للناس اللي كتضرهم اللوبيا كنقول لكم حتى تقرب طيب اللوبيا ديالكم وضيفوا شي نصف ملعقه صغيره من الخل. هنايا غادي نضيف الماء الكافي اللي غطيب ليا فيه هاد اللوبيا، يعني ما غاديش نكتفي غير بهاد الماء ديال البصل مع الطماطم. غادي نضيف العطريه ديالي مع الزيت كيف ما قلنا كاس مع مرش. غنضيف كذلك الطماطم المركزه، وما تنساوش ليا الحاره لان اللوبيا كتبغي الحار. كما كتشوفوا غنرد اللوبيا ديالي طيب على نار مهيله، ما تنساوش الحار. رجع معكم من بعد ما طيب اللوبيا ديالنا نشوفوا طريقه التقديم. وهذه هي اللوبيا ديالنا من بعد ما وجدات. ما تنساوش تخليو لايك ومتابعه باش يوصلكم كل جديد.